بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. أول فيديو من سلسلة فيديوهات حل كتاب المعاصر 2025-2025 واللي بنشتغل فيه على حل يونتس الوحدات. النهارده إن شاء الله هنشتغل على يونت 1 ليسون 1 بيج 21 صفحة 21، وهنبدأ من question number 2 السؤال الثاني، لأن طبعا السؤال number 1 بيكون listening. Number 1, my mom bought fish. ماما اشترت ايه to make us delicious lemonade علشان تعمل لنا عصير ليمون لذيذ. onions بصل لا. beans فول برضو لا. lemons ليمون تمام. eggs بيض لا، فتكون my mom bought fresh lemons. Number 2, the farmer ate eggs and sold them at the market. الفلاح عمل ايه بالبيض وبعد كده باعهم في السوق. breaks كسر لا. collects جمع تمام. grows زرع لا. plants برضو زرع او نباتات لا، برضه مش هتنفع. يبقى the farmer collects eggs and sells them at the market. Number 3, it's a if you eat a lot of chocolate. يكون الموضوع ايه لو انت اكلت شوكولاته كتير. good جيد لا. healthy صحي برضه لا. useful مفيد لا. unhealthy اكيد ما يكونش صحي لو انت اكلت شوكولاته كتير، فتكون it's unhealthy if you eat a lot of chocolate. Number 4, my uncle planted an apple tree. عمي زرع شجرة تفاح. In his زرعها فين؟ عندي office مكتب لا. library مكتبة لا. room غرفة برضه لا. garden مزرعة، فهتكون هي المطلوب. question number 3 هنا الجابس اللي احنا بنملاها، وطبعا لازم نبص على الwords box اللي هو مربع الكلمات اللي موجود عندي او صندوق الكلمات. مديني بيكس يعني يلتقط او يجمع، وده verb فعل. ليمونز ليمون، وده ناون. اسم بوت اللي هو الاناء او الحله، وده ناون اسم. اج بيضه، وده برضه ناون اسم. جرو يزرع، وده فيرب فعل. ماي uncle has a nice garden. عمي عنده مزرعه جميله. he has many trees. عنده اشجار كتيره. he grows هو بيزرع ايه in his garden؟ طبعا مفيش عندي غير الليمونز. he grows lemons in his garden. بيزرع ليمون في الجنينه بتاعته. first في البدايه he plants a lemon seed in a. هو بيزرع بذره بتاعت الليمون في ايه؟ طبعا عندي هنا البوت اللي هو الاناء او الحله بتاعت الزرع او الزهريه بتاعت الزرع. then the lemon tree starts to. بعد كده تبدا شجره الليمون في ان هي to grow، ان هي تنمو. after that بعد كده some flowers grow. بعض الزهور بتنمو. now there are lemons on the tree. بنلاقي فيه ليمون في الشجره. my uncle المفروض هنا انا عايز فيرب عشان my uncle ده الفاعل السبجكت، مفيش عندي غير picks. my uncle picks the lemons and makes us fresh juice. هو بيلتقط او بيجمع الليمون علشان نعمل عصير طازج. question number 4, put the words in the correct order. هنعمل تكوين للجمله من خلال ترتيب الكلمات. هبدا به، وطبعا انا هنا عايز فيرب بعديه he. الافعال اللي موجوده عندي sells يعني به sells. onions at the market يعني هو بيبيع البصل في السوق. number 2, I الفيرب بعديها like. يبقى I like fish and chicken. انا بحب السمك والدجاج. he ده السبجكت، عايزين معاه الفيرب هيبقى collects. يبقى he collects fresh eggs every day. هو بيجمع البيض الطازج كل يوم. number 2, we الفيرب معاها grow. يبقى we grow mangoes in our garden. احنا بنزرع مانجا في الجنينه بتاعتنا. question number 5, my name is Dina. اسمي دينا. I'm in grade 5. انا في سنه 5. I like healthy food. بحب الطعام الصحي. I help my mom in the kitchen. بساعد امي في المطبخ. my brother likes chocolate. اخويا بيحب الشوكولاته. I like chocolate too. وانا كمان بحبها. but I don't eat a lot. لكن أنا مش باكل منها كتير. chocolate is delicious. الشوكولاتة لذيذة. but it is not healthy. لكن هي ما بتكونش صحية. on the weekend في نهاية الأسبوع we visit our uncle. إحنا بنزور عمنا. he grows trees in his garden. هو بيزرع أشجار في الجنينة بتاعته. he has a lemon tree and a lime tree. هو عنده شجرة ليمون عادية وعنده شجرة ليمون أخضر كمان اللي هو الليمون الحمضي. my uncle shows me a beautiful mango tree. عمي وراني شجرة مانجا جميلة. it's interesting. بتكون مدهشة جدا وممتعة. my cousins always have fresh fruits and vegetables from the garden. ولاد عمي دايما بيكون عندهم فاكهة وخضروات طازجة من الجنينة. I like playing with my cousins. بحب ألعب مع ولاد عمي in the garden في الجنينة and helping my uncle. وأساعد عمي. question A, we only choose the correct answer from A, B, C or D. number 1, Dina's brother likes. اخو دينا بيحب chicken الدجاج، ولا الشوكولاته، ولا البوتيتوس البطاطس، ولا اللايم الليمون الحمضي او الليمون الاخضر، فهتكون chocolate. number 2, the underline word beautiful. كلمة beautiful is the opposite. opposite يعني مضاد ليه. opposite of مضاد ليه. ugly قبيحة، ولا nice جيدة أو جميلة. vicious لذيذة، ولا طبعا هو عايز الopposite بتاع beautiful فهتكون ugly قبيحة. B, answer the following questions. number 3, what does Dina do on the weekend? دينا بتعمل ايه في الويك اند؟ دينا في الويك اند المفروض ان هي بتروح عن عمها. she visits her uncle on the weekend. number 4, what does Dina like doing with her cousins? بتحب تعمل ايه مع اولاد عمها؟ she likes playing with her cousins in the garden
game and helping her uncle. بتحب تلعب معاهم في الحديقة وكمان تساعد عمك. question 6 البانكتويشن. أول حاجة معايا علي هتبقى كابيتال لأن هو أول جملة، وهنحط الفول ستوب لأنها ستيتمنت جملة عادية مش question مش سؤال. وأخيرا سؤال باراجراف نمبر 7 your favorite food طعامك المفضل، ومدين الاليمنتس عندي بيقول لي what's your favorite food. ده سؤال المفروض ان انا هجاوب عليه عشان اقدر اعمل الباراجراف. والسؤال الثاني do you like healthy food بتحب الطعام الصحي، وهسيب لك تحت الباراجراف في الكومنتس. وفي النهايه اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم واضيف لكم معلومه جديده او على الاقل اكدت معلومه قديمه، ولو ده تم بالفعل ما تنساش لايك والشير والسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار او اسئله يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتس وهرد عليك في اسرع وقت ممكن، وتابعنا عشان يوصل لك كل الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.